أهلا وسهلا بكم في عالم الحكايات والأساطير. هنا حيث نأخذكم في رحلة عبر الزمن بين صفحات الماضي الغامض وأسرار لم تروى من قبل. ستعيشون معنا المغامرة، الإثارة، والتشويق في كل قصة نحكيها. إذا كنتم من عشاق القصص المشوقة والعبر العميقة، فلا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. استعدوا الآن، فالحكاية تبدأ. في ليلة ساكنة، كنت أتجول في أزقة المدينة القديمة، والهواء يحمل همسات غامضة. أشعلت قنديلي، فانعكس الضوء على جدران مهترئة تحمل نقوشا دالية. وبين الركن المعتم، وجدتها مخطوطة عتيقة تتألق بضوء أزرق خافت. مضيت في الرحلة، والرياح تلهب وجهي، والرمال تحاول إخفاء آثاري. كانت المخطوطة تهديني نحو هرم منسي، نصفه مدفون في الرمال، وهالة غامضة تحيط به. عندما وصلت، وقفت أمام بوابته العتيقة، ودمي يغلي في عروقي مزاجا بين الحماس والرهبة. وضعت يدي على أحد الأحجار، وتلونت الرموز بضوء ساحر. تحرك الجدار ببطء، كاشفا مدخلا مظلما. دخلت بحذر، ورائحة القدم والغبار تملأ المكان، وصدى خطواتي يتردد في أرجاء الممر الضيق. فجأة انطلقت سهام من الجدران. انخفضت سريعا، فاجتازت السهام فوق رأسي بنصاف الإنش. أمامي انفتحت حفرة مظلمة تبلع كل من يسقط فيها. قفزت إلى الجانب، وكدت أفقد توازني، لكني تمسكت بجدران الممر وتابعت تقدمي بحذر. في نهاية الممر، وصلت إلى قاعة واسعة، وفي وسطها وقف شخص متلفف بالأسمدة البالية، وعيناه تتوهجان بحمرة مرعبة. كان حارسا محنوطا، يحمل سيفا ذهبيا لماعا. تقدم تجاهي، فرفعت خنجري مستعدا للمواجهة. بمجرد تجاوز الحارس، وجدت الصندوق الذهبي يشع بطاقة غامضة. فتحته ببطء، فانطلق منه ضوء أزرق، وسمعت همسات من قرون مضت. لكن الأرض تحركت، والجدران بدأت تنهار، وكنت في سباق مع الوقت. ركضت بكل سرعتي نحو الخروج، والصخر يتساقط من فوقي. قفزت خارجا بلحظة قبل أن ينفجر نور غامض في داخل الهرم، ثم طمس كل شيء تحت الرمال. وقفت أتنفس بصعوبة، وأنظر إلى الصندوق الذهبي في يدي، وأدرك أنني لم أحصل على كنز فقط، بل على قصة لن ينساها التاريخ.